بعد الهزيمة الفرنسية الكبيرة ضد المغرب في معركة العرائش عام 1765، وأمام الخطر الذي شعرت به الجيوش الفرنسية لجأت إلى طلب الوساطات والمساعي الحميدة من الدول المجاورة، الأمر الذي استجابت له المملكة المغربية على شروط وبنود فرضتها المغرب في الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة عام 1767. وكان من أبرز هذه البنود البند 11 والذي تلتزم فيه الحكومة الفرنسية ببناء مساجد بفرنسا يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية. إن الحمض النووي لمسجد باريس هو مغربي وسيظل مغربيا. ألهمت أحكام اتفاقية السلام والتجارة الموقعة بين السلطان محمد بن عبد الله وممثل الدولة الفرنسية في مايو 1767 أساس فكرة بناء مسجد باريس، وبشكل أدق الفصل 11 من هذه الاتفاقية الذي يضمن الحرية الدينية للفرنسيين والأوروبيين في المغرب، والحرية الدينية لأتباع إمبراطور المغرب أثناء وجودهم في فرنسا، بالإضافة إلى رسائل التقارب في الأمور الدينية بين الجنرال نابليون والسلطان مولاي سليمان. وهو التاريخ الذي أكد فيه مولاي عبد الرحمن الرغبة في بناء مسجد في فرنسا. تشهد بعض وثائق الأرشيف الفرنسي على المحاولات الفرنسية الأحادية الجانب في القرن العشرين لبناء مسجد، لكنها باءت بالفشل، حيث لم يقبل المسلمون أنه تم بناؤه على يد الكفار أو غير المؤمنين. ومسجد الأغواط في عام 1916 هو مثال على ذلك، لكن المارشال اليوطي المقيم العام الفرنسي بالمغرب والمطلع على تقاليد وعادات المملكة الشريفة سيعمل على تشجيع المسؤولين الفرنسيين في باريس على الموافقة على بناء مؤسسة إسلامية ومسجد في باريس. اتصل المسؤولون الفرنسيون بالسلطان العلوي مولاي يوسف، الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الدينية للقيام بمثل هذا المشروع، كونه سليل نبي الإسلام وأمير المؤمنين، إضافة إلى تأثيره على الزوايا الذي يمتد إلى أعماق القارة الإفريقية. وهكذا كان ثقل السلطان مولاي يوسف هو حجر الزاوية في دعوة المارشال اليوطي والحكومة الفرنسية لبناء مؤسسة إسلامية ومسجد في قلب باريس. وكان لابد إذن من استخدام رموز المؤسسات الدينية التي كان لها تأثير خاص على عقول المسلمين وضمائرهم، بما في ذلك مؤسسة الأحبار الإسلامية. وهكذا تم إنشاء جمعية الأحبار والمقدسات الإسلامية عام 1917، وعلى رأسها قدور بن غبريط الذي كان وزيرا للسلطان المغربي. ورغم أنه ولد بمدينة تلمسان، إلا أن قدور بن غبريط درس بجامعة القرويين بفاس، برع في مجال الترجمة لأنه كان له مدرس فرنسي عربي في طنجة سنة 1904. وبما أن السلطان مولاي عبد العزيز كان قد منح الجنسية المغربية سنة 1895 لجميع الجزائريين المقيمين في المغرب لحمايتهم من المستعمر الفرنسي، فيمكننا أن نؤكد أن قدور بن غبريط يحمل الجنسية المغربية، وبهذه الصفة تقلد مناصب رفيعة في بلاط السلطان المغربي، بما في ذلك منصب الوزير، مما سهل تعيينه رئيسا لجمعية الأحبار والمقدسات الإسلامية، ومن ثم تعيينه رئيسا للمسجد وجميع ملحقاته، وكلها تحت سلطة السلطان المغربي مولاي يوسف. وبفضل منصبه الجديد لدى السلطان تبادل قدور المراسلات مع الجنرال المقيم في المغرب المارشال ليوطي. ومن جهة أخرى فإن الأرشيف التاريخي لمسجد باريس يزخر بالعديد من المراسلات المتبادلة بين السلطان المغربي مولاي يوسف والحسين الشريف المكي، التي تؤكد شراء جمعية الأحبار والمقدسات الإسلامية عقارات في مكة والمدينة مخصصة لإيواء حجاج شمال إفريقيا، بالإضافة إلى جمع التبرعات لبناء مسجد في العاصمة الفرنسية باريس. وتشهد الأرشيفات نفسها أيضا على لحظات ثمينة، مثل انفراد السلطان المغربي حصريا بتحديد قبلة المؤمنين واحتكار تعيين أئمة وخطباء مسجد باريس، وهو الدور الذي يمنحه إياه بصفته أمير المؤمنين وصاحب الشرعية الروحية والدينية. ولذلك لم يتم تعيين بن غبريط رئيسا لجمعية الأحبار والمقدسات الإسلامية إلا لأنه كان وزيرا في بلاط السلطان المغربي، وليس لأي سبب آخر.
وتم تعيين أول إمام وخطيب لمسجد باريس بشخص القاضي المغربي التيجاني أحمد سكريج تحت رعاية الشرعية الروحية والدينية للسلطان مولاي يوسف. وحرصت السلطات الفرنسية على إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على مسجد العاصمة الفرنسية واحترام أدق التفاصيل خاصة في بنائه ومعماره. ولهذا السبب قام المارشال إليوطي بتكليف مهندسين معماريين من المغرب لدعمه في هذا المشروع، وجلب حوالي 450 حرفيا مغربيا تقليديا لتبني الروح المغربية التي يتم التعبير عنها في الزليج وفي أصغر تفاصيل المساحات المغربية. الشرعية الدينية للسلطان مولاي يوسف، وبالطبع فإن الشرعية الروحية والدينية لمسجد باريس لن تكتمل دون حضور السلطان مولاي يوسف يوم افتتاحه في 15 يوليو 1926 برفقة وفد يضم وزير الحبوس المغربي أحمد الجاي والوزير المقري. أما الحضور الفرنسي يوم التنصيب فقد حمل العديد من الرسائل السياسية والعسكرية القوية من خلال حضور كبار رجالات الدولة الفرنسية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جاستون دوميرج، وإدوارد هيريوت الجنرال الفرنسي الذي كان أحد قادة مشروع مسجد باريس، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما يعكس أهمية هذه المؤسسة الدينية الإسلامية. هنا المملكة المغربية الشريفة، إعداد وتقديم صفحة نزار ديكور. يا محمد يا جوهرات عقدي، يا محمد يا جوهرات. هنا المملكة المغربية الشريفة، إعداد وتقديم صفحة نزار ديكور. نسعى عطاك أي الرؤوف لا ينساني، عليك توكلي دي ما بالي معاك، توب علي ومحو عصياني. يا شفيع الأمة بيا هواك، يا أحمد بفتح الجنان.